مساء الفل. مساء النور. شغل التليفون. حد شافك وانت طالع؟ لا الحمد لله. تمام. تمام. عندك كمية قد ايه؟ 3 اكياس. ما شاء الله. سكر الناس بقى بتتعامل بيه للأسف كأنه مخدرات بالظبط. تروح تسأل على سكر يقولك وطي صوتك وطي صوتك، كأنك بتطلب ممنوعات. امبارح نزلت على سوبر ماركت قدامي في المبادرة، والمفروض ان هو موجود فيه السكر. الوزير بيقول السكر موجود، ما عندناش أزمة، واللي عايز يطلب. وانا بقول لي معاليك مفيش سكر، معاليك بتقول موجود وانا بقول لك مش موجود. نزلت عشان اشتري من السوبر ماركت اللي قدامي اللي المفروض ان هو المبادرة فيه في السكر وفيه كل حاجة. نزلت شريت الطلبات بتاعي، وكالعادة بقالي اكتر من شهر ونص طالعه نازله اسال فيه سكر، مفيش سكر. صبح ليل عصر اي وقت طالعه نازله بسال مفيش سكر. اشتريت الطلبات بتاعتي، وانا خلاص انا رايحه للكاشير سمعت ناس بتتهامس كده. كان الوقت متاخر، كانت الساعه 11 بالليل او 11 وشويه، وبيقولوا لبعض هنستنى، ده هيفرقوا بعد شويه، لا ده فيه ده مفيش. فانا قلت هو مين اللي مسؤول هنا؟ فواحد قال لي انا اللي مسؤول عن المكان. قلت له طيب في سكر ولا مفيش؟ فبص لي كده وسكت. قال لي العربيه لسه ما جاتش. قلت له يعني العربيه بتيجي كل يوم؟ قال لي بتيجي كل يوم. قلت له ازاي؟ انا انتوا بتفتحوا الساعه 8 الصبح، انا 8 الصبح باجي و10 و11 و12 وكل الاوقات لحد بالليل، ولا مره حد قال لي ان في سكر او في سكر بيجي اصلا. قال لي ازاي؟ قلت له اقسم بالله ولا مره. فبص لي وقال لي طيب احتمال يجي لنا السكر الساعه 12 بالليل. فانا بقى الحقيقه يعني قلت هطلع الحاجه اللي انا خدتها وهنزل له تاني. نزلت وقفت وقاعده بتمشى بشوف يمكن الاقي حاجه من اللي انا كنت عايزاها ونسيتها. الساعه بقت 12. يا جماعه في سكر؟ مش عارفين لسه، احنا بيجي لنا تليفون. يعني هو انتوا العربيه جات لكم ولا ما جاتلكوش؟ لقيت واحده ست واقفه، ست كبيره في السن كده، قالت لي السكر عندهم في المخزن بقاله شهر بيطلعوا منه بالتليفون. فجادلتها وقلت لها لا ده بيقول لسه ده بيجي كل يوم. قالت لي لا بقول لك موجود. لقيت الكاشير بيقول لي هي صح، السكر موجود وبيطلع كل يوم بالتليفون في التوقيت اللي بيتقال عليه التوزيع، اللي هو امتى ما حدش يعرف التوزيع بيبقى امتى. فصممت ان انا مش هتحرك الا ما اخد. الساعه عدت 12 ونص، واحده. اللي واقفين كلهم بيقسموا بالله، الكاشيرات وكل اللي موجود الاستاف اللي في السوبر ماركت، احنا ما عندناش سكر والله ما فيش توزيع، وبيحلفوا بالله كلهم. لقيت في واحد بيشاور لي كده بيقول لي خليكي مكانك الساعه 1 هيوزعوا. عرفت ازاي؟ قال لي مالكيش دعوه. لفيت كده ورحت عند المكان قريب من المخزن، وبعدين الوقت اتاخر بجد، الساعه بقت 1 الساعه 1:05 ولا حاجه. فدخلت بقول له هتطلعوا سكر؟ لا، وطي صوتك وطي صوتك، وكأني بقول له انا عايزه مخدرات او انا عايزه حاجه ممنوعات. قلت له قال اسكتي لما الناس كلها تمشي. امال لما الناس كلها تمشي انت هتوزعوا لمين؟ الساعه 1:10 بالظبط. قال له يلا، ما بيقفلوا الساعه 2 أو 2:15، يلا وزعوا يا جماعه نطلع. بيطلعوا شكاره جنب كل كاشير، والناس تقف طوابير عشان الناس بتقف بره تستناهم. ما تعرفوش بقى الناس دي بتاخد بعد كده شكاير، الناس دي تجار، الناس دي اصحاب قهاوي او كافيهات، الله اعلم. هم قالوا لي ان الناس اللي بره دي بتدخل تعمل شغب وبتقطع الاكياس وبيبهدلوا الدنيا، فاحنا بنستنى لما الدنيا تهدى خالص، ده اذا كانوا هيفرقوا بالليل.
قلت له انتوا بتوزعوا ايه؟ قال لي بنوزع 3 اكياس. طبعا انا يعني مش هتحرك الا لما اخد، ده انا بقالي 2 ساعة واقفه. قال لي اقفي في الطابور وخدي. بقدرة قادر الطابور، المكان الدنيا كانت فضيت خلاص، ما عادش فيه حد، بقى فيه طابورين طوال جدا. بدأ يسلم كل واحد 3 اكياس، الكيس ب27 جنيه. ودي كانت اول مرة في حياتي من ساعة المبادرة ومن ساعة الوزير ما قال ان في كيس ب27 جنيه اشوفها في حياتي. السكر اللي غلبونا عليه، وطبعا انا مش هشوف السكر ده تاني. والوزير بيقول يوم 15 المشكلة هتتحل. طيب احنا النهاردة كده 15 في الشهر، هل يا سيادة الوزير المفترض ان احنا بكرة وبعده وخلاص بقى الدنيا اتفتحت، السكر موجود والازمة اتحلت، واي سوبر ماركت هندخله هنلاقيه وبوفرة واي كميات احنا عايزينها؟ الله اعلم. المشكلة ان الموضوع كله انك لما بتروح تسأل في اي مكان يعني بتتخض من الرد. مفيش، ووطي صوتك ان احنا مش بنسرق او احنا بنطلب حاجه ممنوعه، ده كيس سكر. السكر اللي كان بيبقى في بيوتنا اكياس ملهاش اول من اخر، والاسعار مفيش يا جماعه. احنا كانت الحاجه، احنا الدنيا عندنا اختلفت تماما. ازمه السكر وازمه البصل يوصل بينا الحال انا اشتري الكيلو ب45 جنيه. ب45 جنيه. النوع اللي مش حلو ب40، والنوع الاجود شويه ب45. نزلت اشتري شويه طلبات، وكانت المفاجاه ان بصل ب40 وبصل ب45، والبصل الجديد اللي يعني استحاله حد يبص له الجديد ب22 جنيه، و تعرفش قطعوه بدري. المهم ان هو سيء جدا وما ينفعش خالص حد يشتريه ب22 جنيه. احنا في التوقيت ده كنا بنشتري البصل القديم ب5 جنيه، وكان يعتبر يعني شدد حلو كمان علينا، والتاني ده ما كانش حد بيبص له. كنا نبدأ نخزن بقى من شهر 3 مثلا. البصل الكبير ده اللي زي الذهب كانت تبقى الكيلو بجنيه ونص وبجنيه كمان والله، وكانت الناس بتخزن شويلة. الاقي امبارح طالع نائب شعبة الخضار والفاكهة طالع في التلفزيون في مداخلة بيقولها كده صريحة، يعني البصل جملة على حسب الجودة بتاعته من 25 ل30، وفي التجزئة ب40 و45، يعني بيكسبوا في كيلو البصل الواحد، تخيلوا الكيلو بيكسبوا فيه 15 جنيه. من دم مين؟ من دم الغلابة. قال له ان شوية البصل اللي موجودين دلوقتي يعني يدوب الناس تبدأ تاخد منهم كده على قدها، ما ينفعش يتخزن علشان ده بيزرع. ايوه ما احنا عارفين وبنشتريه، واحنا عارفين وبنشتريه ولا كأننا بنشتري تفاح مثلا. يعني احنا انا مش متخيلة ان الزمن ده يوصل فيه كيلو البصل اللي ملوش لازمة، يعني ملوش لازمة اساسا، بس اتضح انه له لازمة دلوقتي. يعني ان اللي بيشتري كيلو بصل دلوقتي بيعمل فرح. مفيش اي طبخة في الدنيا بتنفع غير بالبصل. اول حاجة كده يعني بنعمل البصل الاول. يقول لك البصل الجديد هو قال بلسانه انه رديء، وده لان الحصاد بتاعه طلع وحش، وده لسوء الاحوال الجويه. انهي سوء احوال جويه؟ الجو لسه يعني ما شاء الله احنا الجو حلو جدا دلوقتي، وما دخلناش لا في برد ولا في عواصف ولا امطار، ولا لسه ما شفناش اي حاجه من الاجواء اللي بيتكلم عليها دي. وان الكيلو بيتراوح سعره في الجمله بين 16 و18، والتجزئه 20 و22، وانه لا يصلح للتصدير. وطبعا انت قلت كلمه الحق، لان انتوا بتصدروا احسن واجود الانواع، وللاسف احنا صحاب البلد اللي بيتزرع عندنا وفي ارضنا البصل احنا بناخد ارض الانواع واغلى الاسعار. انتوا بتصدروا الاجود وارخص عندهم، لما بياخدوه الدول التانية بيشتروه ارخص ما احنا بنشتريه. يعني هم عندهم الاجود وارخص مننا دلوقتي، احنا اللي عندنا بيتزرع في ارضنا بنشتريه ب45 جنيه وهم بارخص. طيب انا اعرف ان انتوا لما تحبوا تصدروا اي دولة في العالم عايزة بتصدر الفائض، بتدي لشعبها اللي عايزينه كله، والاخر بيفيض علشان كل الدول كده.
بتصدر بقى الفائض. طب انتوا عايزين، انتوا مش مكفيين عندنا هنا وعايزين توسعوا بقى، توسعوا في الزراعه، كتروا بقى المساحات اللي انتم هتزرعوها، ساعدوا الفلاحين يزرعوا، يسروا لهم الدنيا، ساعدوهم بقى، لكن ما تضايقوهاش علينا احنا وتطلعوه بره علشان تبيعوا بالدولار، تصدروا. وهو اعترف بلسانه وقال ان احنا بنبيع وبنصدر، وده العالم كله بيقول ان احنا عندنا البصل اجود انواع البصل في العالم. العالم كله لما جرب البصل المصري مش عايزه. طب هو ذنبنا؟ يعني هو ذنبنا ان العالم كله بيشكر في جودة البصل بتاعنا نقوم احنا نتحرم منه؟ يعني مفترض ان احنا ناخده بارخص الاسعار لانه عندنا ومفروض انه مزروع بوفرة جدا، تحرمونا من حصاد الزرع بتاعنا وتصدروه، واحنا نجري وندور على كيلو 45 جنيه، ويا ريته حتى حلو، يا ريت حتى البصل اللي موجود حلو. بيقول لك ان شويه البصل اللي موجودين حافظوا عليهم واشتروا على قدكم لانه ما ينفعش يتخزن. هو في حد في الدنيا هيخزن بصل الكيلو ب 45 جنيه وهو حالته رديئه؟ يعني هو ده مفترض ان انت كلامك حتى يعني يعقل؟ نخزن ايه؟ هو بجنيه عشان تقول لي نخزن؟ الناس اللي كانت بتعمل بصلتين ولا حاجه دلوقتي بتعمل نص بصلايه ولا بصلايه، يعني بيشموا البصل في الاكله دلوقتي. احنا يوصل بينا الحال ان احنا يبقى عندنا مشكلتين كبار بالشكل ده، البصل والسكر، والناس عماله تلف حوالين بعضها ويشتكوا من الاسعار، ووزير التموين قاعد بيتفرج، ونتفاجئ ان كيلو العدس من بق الوزير ب 74 جنيه. انا كنت شارياه من اسبوع الكيلو ب 42 جنيه، ب 42 جنيه، يزيد في اسبوع 32 جنيه يبقى ب 74. ليه؟ لما احب اعمل شويه عدس اجيب نص كيلو مثلا، ونص كيلو جزر، ونص كيلو طماطم، وقرنين شطه، وشويه كمون، اعمل انا شويه الشوربه دول وشويه لسان عصفور ولا شعريه، يتكلفوا عليا كام؟ يعني انتم متخيلين الاكله بتاعت الناس الطيبين الفقراء اللي كان العدس ده يتقال ده بتاع اكله الفقير؟ دلوقتي فقير ايه؟ الفقير ما يعرفش ياكلهم دلوقتي شويه العدس. دلوقتي بقت الطبقه المتوسطه هي اللي تاكل العدس. شوف بقى البصل بكام، والجزر والطماطم والعدس وشويه الشوربه دول هيكلفوك قد ايه؟ نفسي بس كده حد كده بالعقل كده يكلمنا بالمنطق ويقول لنا ايه الاكله اللي ينفع الناس الفقيره تاكلها. ما عادش. ان كانت الطبقه المتوسطه نزلت والطبقه الاقل من المتوسطه نزلت، يبقى الطبقه المنعدمه راحت فين؟ كده دي يعني دي كده بالصلاه على النبي دي راحت خلاص. يا سياده الوزير، هو ما عليك لما تبقى بس تطلع في مؤتمر وتقول لسياده الرئيس انا بوعدك ان مفيش سلعه هتنقص في السوق وان الاسعار مش هترتفع، تبقى قد كلمتك. الرز السعر دلوقتي ارتفع بقى ب 37 وب 38، وما عليك كنت بتقول لنا الرز مال الدنيا، السكر مال الدنيا، وكل حاجه ماليه الدنيا، وكل الكلام طلع في الاخر كلام. النهارده 15 يا معالي الوزير، الدنيا هتتفتح معانا في السكر وفي بقيه السلع، ولا هنفضل نهاتي وننادي ونقول لك يا معالي الوزير احنا اهو بنقول لك ما عندناش اي طلبات؟ صح؟ مش لاقيه كلام اقوله تاني يا جماعه والله، لان انا شر البليه ما يضحك. انا بس دخلت بالفيديو ولا قلت سلام عليكم ولا اتكلمت، لان بجد الموضوع بقى فيه استفزاز اكتر من اللازم. حبيت بس اوصل رساله للوزير واقول له ان كيس السكر دلوقتي الناس بتتعامل معاه زي كيس المخدرات بالظبط. انا بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.